السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل متابعيني الكرام، أهلا مجددا مع محاضرة جديدة في اللغة الإنجليزية. شكر خاص لفريق دعم اليوتيوب العظيم نظرا للمجهودات العظيمة التي يقدمها دعم اليوتيوب لصناع المحتوى على منصة اليوتيوب، وهي تعد أكبر منصة على مستوى العالم. إن شاء الله هناخد معلومة جديدة new information. كتير جدا من الأشخاص عندما يتحدثون اللغة الإنجليزية بيبقى فيه أخطاء نحوية كبيرة جدا. طيب على سبيل المثال زي إيه مثلا؟ عندنا مثلا لما أجي أقول for example، على سبيل المثال he speak English. هو يتحدث الإنجليزية. طيب هذه الجملة طبعا نجد فيها خطأين. خطأ له علاقة بالجرامر بالنحو، والخطأ الآخر له علاقة بحاجة اسمها البنكتويشن اللي هي علامات الترقيم. بالنسبة طبعا هنا حضراتكم ما ينفعش أقول he speak هو يتحدث، ولكن الصح هو he speaks. يعني لازم أضيف حرف الاس للفيرب speak. يعني إذا الصح هو speaks. الصح هو speaks. يبقى he speaks. ده الخطأ الأولاني. طيب لماذا تم إضافة حرف الاس؟ لأنه إجباري. القاعدة تقول يجب إضافة حرف الاس للفيرب مع 3 ضمائر، وهم الضمير هي، والضمير شي، والضمير ات. طبعا الشطار بالنسبة هي يعني هو مفرد مذكر غائب، شي هي مفرد مؤنثة غائبة. بالنسبة طبعا لإت طبعا بتأتي مع الغير عاقل. يبقى إذن لابد من إضافة حرف الاس للفيرب مع 3 ضمائر اللي أنا ذكرتها لحضراتكم، هي وشي وإت. طبعا إت طبعا ده ضمير بيستخدم مع الغير عاقل. طبعا غير عاقل شطار في نوعين، في غير عاقل جماد، وفي عاقل غير جماد. الجماد اللي هو زي تيبل ترابيزه، زي بوك كتاب، زي بان قلم. ولكن ال 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 الاشياء اللي هي تعتبر من الغير جماد اللي هي بتاكل وبتشرب وتتنفس، زي كات قطه، زي لايون اسد، زي تايجر نمر. المهم ان هي بتاكل وبتشرب وتنام. ده بالنسبه لي غير الجماد. اما الجماد اي شيء لا ياكل ولا يشرب ولا يتنفس. طيب وطبعا ولا يرى. طيب بالنسبة لو أنا حبيت أقول إيه؟ محمد، نفس الكلام. طيب أقول محمد سبيك، محمد سبيك يتحدث، برضو نفس الكلام. برضو أعزائي ومتابعينا الكرام برضو خطأ. طب ما هو الخطأ؟ محمد هنا بيحل، ده طبعا اسم مذكر، فبيحل محل، شوف رايح فين، بيحل محل الضمير هي، لأن هي يعني هو. يبقى إذا هي بيحل محل محمد، ومحمد بيحل محل هي. تمام يا شطار؟ يبقى إذا الصح هو محمد speaks وليست speak. ده من الأخطاء اللي كثير جدا مننا مع الأسف ما يعرفهاش. طبعا دي خطأ جرامر، خطأ نحوي في منتهى الأهمية وفي منتهى الخطورة. طيب برضو نفس الكلام عندنا مثلا بنت اسمها أسماء. طيب أسماء speak برضو خطأ. المفروض الصح أسماء speaks. أيضا تم إضافة حرف الاس يا شطار. لماذا؟ لأن هنلاحظ، شايفين أسماء هتروح فين؟ شايفين هتروح للضمير شي، لأن شي بمعنى هي، وهي مؤنث، وأسماء اسم مؤنث. فشيء طبيعي إنه أسماء بيحل محل شي، وشي بتحل محل أسماء. ده أمر طبيعي مش محتاج أي ذكاء. يبقى إذا أسماء speaks وليست speak. نشوف حاجة تانية أخرى. لما أجي أقول بقى إيه
ذا. بس قبل ما ناخد المثال نحل بس الخطوه السؤال الاولاني. يبقى اذا هي سبيك زي ما احنا قلنا خطا، المفروض هي سبيكس هنضيف هنا اس. طيب هنا بقى الخطا الثاني في انجلش، ده خطا ثاني وبرده خطا مهم. الخطأ هنا في حرف الاي. هنا يا شطار بناء على البنكتويشن اللي هي علامات الترقيم. بنكتويشن يعني علامات الترقيم. علامات الترقيم قالت ايه؟ قالت لازما اول حرف في المادة، سواء المادة او سواء اللغة او سواء الاسم، اسم الانسان، او سواء المحافظة او سواء العاصمة، لازما يكون اول حرف كابيتال كبير. وايضا بالنسبه للايام وبالنسبه للشهور لازم يكون اول حرف كبير. فالخطا هنا بدل اي سمول هنخليها شطار اي كابيتال، هنخليها بالشكل ده، هتبقى اي كابيتال، يبقى انجلش بالاي الكابيتال وليست سمول. طبعا يبقى كده اي دي صح، بينما طبعا ده خطأ. يبقى اذا احبائي اعزائي الكرام، لازم لو سمحت بليز كونسنتريشن، الرجاء التركيز. يبقى اذا شطار ان شاء الله نركز مع بعض عشان نخرج ونستفاد ببعض المعلومات الهامه جدا والحصريه. هنا بالنسبه لابد بالنسبه لعلامات التنقيم البنكتويشن، قال لك لابد ان يكون اول اسم، اول حرف في اسم الانسان، زي مثلا محمد، ما ينفعش اعمل ام كده محمد، لا الام كده غلط، الصح بتاعها ام كابيتال، اعملها بالشكل ده ام كابيتال بالشكل ده. طيب في عندنا بنت اسمها نورة، نورة برضو، نورة برضو خطأ، الان لازم تكون كابيتال بالشكل ده كده صح. تمام يا جماعة؟ يبقى اذا نراعي الحتة دي لو سمحت، نراعي هذه المعلومة. طيب في ولد اسمه احمد، احمد برضو الايه خطأ، المفروض بالشكل ده كابيتال. يبقى اذا يا جماعه نراعي لابد ان يكون اول حرف في الكلمه في اسم الانسان لازم يكون كبيره، ايضا في اسم المدن والعواصم. يعني مثلا لما اجي اقول ايه I live in Cairo، I live، I live انا بعيش او بسكن in Cairo، in في كايرو او كايرو. هنا الخطأ انه كايرو حرف السي شايفين صغيرة ازاي؟ لا احنا بنكبرها شوية، بنخليها بالشكل ده. او ممكن ايجيبت، انا بسكن في ايجيبت، برضو نلاحظ برضو في خطأ، حرف الاي سمول صغير، لا هنخليه كابيتال بالشكل ده. طيب عندي مثلا يوم، ما طب احنا قلنا يا شطار ايه برضو الايام نفس الكلام، برضو الايام نفس الكلام، لازم أن يكون الحرف كابيتال كبير ايضا في الايام، ايضا في الايام. يعني مثلا نقول ايه ماندي، او مثلا ماندي برضو خطأ، الام لازم تبقى كده. تمام يا شطار؟ يبقى احنا كده فهمنا لازم يكون اول حرف في الكلمه لازم يكون كابيتال، سواء اسم انسان، سواء شهر، سواء ماده، سواء لغه، سواء دوله، سواء عاصمه، لازم يكون اول حرف كابيتال كبير. طيب ناخد بقى معلومه اخرى. هنا بقى شطار، هناك كنا قلنا اجباري لابد من اضافه حرف الاس للفعل. طيب هنا بقى هناخد نوعيه اخرى من الاسئله. هنا مثلا لما اجي اقول ايه اي اس، متى يضاف حرف الاي اس؟ طيب ناخد الاي اس في محاضرة اخرى، المحاضرة القادمة نكمل بيها الاي اس عشان بس المحاضرة ما تطولش على حضراتكم. اترككم في رعاية الله ودمتم. كنت يعني اتمنى طبعا شرحي يكون حاز على اعجاب حضراتكم. اترككم في رعاية الله ودمتم.